الراجل ده متعود يوم اجازته كل اسبوع لازم يقضيه مع اهله في البلد. جيرانه من نفس البلد عارفين اليوم اللي بيسافر فيه، فجارته وجوزها كانوا عاوزين يروحوا البلد في نفس اليوم، فنزلوا في الميعاد اللي هو نزل فيه. فنادوا عليه قالوا له انت مسافر راجع بلدنا؟ قال لهم ايوه. قالوا له طيب ممكن تاخدنا معاك في طريقك؟ تذكرة القطر بقت مكلفة جدا، التذكرة واحدة بقت ب2000 يوان. فهنا قال لهم مفيش مشكلة، اتفضلوا اركبوا العربية. مجرد ما وافق بسرعة جريوا على شنطة العربية علشان يحطوا شنطهم، وبكل قلة ذوق أول ما وصلوا عند شنطة العربية الست زقت الراجل صاحب العربية علشان يوسع لها وتحط شنطها، علشان شنطة العربية صغيرة بدأت تاخد حاجته وترميها في الأرض علشان توسع للشنط بتاعتها، ومش فارق معاها صاحب العربية ولا شنطه ولا حاجته. هو اتضايق من الموقف ده بس مرضيش يعلق، اخد حاجته ورجعها تاني لشنطة العربية، ولسه بيقفل شنطة العربية لقى جارته دي جاية تقوله ثانية واحدة معلش هنضطر نستنى اخويا هيروح معانا بالمرة، بس لسه قدامه ساعتين لانه امبارح رجع متأخر وراحت عليه نومة، وانا لسه يدوب مصحياه من النوم ولسه بيلم حاجته وبيجهز شنطه. فهنا جوزها قاله معلش العربية واسعة وتشيلنا كلنا وبعدين بالمرة في طريقنا مش هتخسر حاجة. فهنا جارته قالت له هنستناه مش كده؟ فرد عليها وقال لها ماشي انا موافق ان استناه، بس بشرط كل واحد فيكم يدفع لي 100 يوان. فهنا قالت له معقولة انت بتستغلنا للدرجة دي؟ ده انت واحد بخيل، عاوز تاخد مننا 300 يوان ليه؟ ده حتى عربيتك ما تسواش حاجة، ده كويس ان احنا وافقنا ان احنا نركب معاك. فجوزها رد وقال اقل 3 تذاكر في القطر ب3000 يوان، والقطر نظيف ومرتاح وفيه سراير ومكيف وخدمات كتير، عاوزنا ندفع في عربيتك دي اللي ملهاش اي لزوم 300 يوان؟ فهنا صاحب العربية رد عليهم وقال لهم المشوار 1000 متر وانا هستهلك بنزين كتير، فاحنا نقسم البنزين علينا احنا التلاتة، ايه المشكلة في كده؟ جاره قال له انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت كده كده رايح البلد واحنا هنركب معاك، يعني هي التكلفة واحدة. فهنا الست جارته قالت له انت مش مكسوف من اللي بتقوله ده؟ احنا هنسبقك على باب العمارة تجيب لنا الشنط وتيجي بسرعة. فالراجل قال لمراته شايفة الراجل البخيل رئيس ومعاه فلوس وصاحب شركة وبيبص على تمن التوصيلة، حاجة تقرف. هنا قال لهم استنوا عندكم، قام منزل الشنط ورماها لهم في الأرض، اتخضوا من طريقته. فهنا صاحب العربية بيقول لكم الناس دول ما بيحترموش حد ومش بيقدروا حد، وانا عملت كده مخصوص لما لقيت ان اسلوبهم وحش ومفيش تقدير، فلو انا عملت الصح يا ريت تقولولي ان انت صح، ولو انا عملت غلط اكتبولي ان انا غلطت، وانا بعد كده هاخد بالي واصلح غلطي. هو منتظر ردكم وانا منتظرة تصلوا على النبي في التعليقات.